السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، راحة بال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ كده ونسمي الله ونقول يا بركة بسم الله. النهاردة بقى جايه لكم فرتون عميق من اوضة الاطفال. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نشيل كل الملايات، بس انا هسيب دي هتنيها كده واحطها تحت الشباك عشان هنفض الشباك. هو الحمد لله ولله الحمد، يعني هو دايما يعني مش التراب اللي هو الاوفر اللي انتوا واخدين بالكم منه ده. كل جزء كده هطلع عنده ههب العرش او ازعفه. هو الحمد لله برضو ما فيش حاجه، بس انا بحب اروق كده اول باول. ده الشباك ده في المنور. المقشه ده عشانها طويله بحب اكنس النص ده، وما اروح عند عزكم الله الحمام بكنس النص التاني وبنزل حد من الولاد يلموا في كيس، يبقى تراب ناعم يعني مش حاجه. هبدأ بقى انفض الشباك كده. هو الحمد لله نضيف يعني ما فيش اي حاجه، بس انا قلت من ضمن التنظيفات العميقه، التنظيفات الشتويه اللي احنا اتاخرنا، يعتبر انا اخر واحده بنضف تنظيف الشتاء. رفعت بقى كده هنشيل كل اللي تحت. شايفين بقول لكم التراب والعنكبوت، يعني بصوا بقى من بقالي فتره او كبيره قوي ما عملتهاش. ممكن انا عملتها بس مره واحده معاكم على القناه، ودي تاني مره، لان ببقى اشفط بالمكنسه وكده. بس عشان بقالي فتره شايله السجاد وما كنستش بالمكنسه، وانتوا عارفين بقى بيبقى سهل لاي حاجه ان هي تدخل في الاماكن دي. انا اتصدمت حرفيا من كميه الورق والمناديل والتراب اللي انتوا شايفينها دي. لاول مره في حياتي اطلع الكميه دي. حتى انتوا السرير التاني هتشوفوه دلوقتي. لا لا بجد اتصدمت لما كمان شايفين المناديل وورق، والعيال بقى مخلينها سلطة خالص. دي بقى تخلي خالص هكنس بقى كويس جدا اهو. شايفين انا مصدومة حرفيا. هبدأ بقى لما باجي اكون في حاجات فيها تراب وكده بستخدم اللي هو الجرد العادي ده، انا بحبه كويس جدا في التنظيفات العميقة دي. يعني لميت كده مرة واحدة، وبعدين بقى هدخل امسح القلب بتاع السرير كله، يعني الجوانب، يعني من الدواخل كده. الفوطة دي فيها مية سخنة وشوية من الكلور الالوان ونقطة دوني، بس عشان تخلي ريحة حلوة كده، وكلور يديكي نظافة ولمعان. وهبدأ بقى ارجع امسح تاني وانشف كويس جدا. هسيبها برضو تنشف كل حاجة، يعني انا بمسح الداير ما يدور كده حوالين السرير. رجعه بقى مكانه وهسيب الارضية تنشف وهرجع لكم. بس يا ليل، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بوريكم، شايفين بقول لكم شايفين الميه، اذا كان جرد المسيح او الميه اللي انا بمسح بيها الحاجه. عند المخدات دي زياده، كانت جايلي هديه مره. الكيس ده كلها فوط مطبخ، انا مدمنه فوط مطبخ، مدمنه فوط مطبخ. اي فوط مطبخ بجيبها، بس انا مش راضيه استخدمها غير لما المطبخ يجي. كل حياتي واقفه على المطبخ، شكلي هموت من غير ما اشوف المطبخ ده. يا نهار ابيض. هنا بقى همسح شنطة السكاكين وشنطة المعالق. هما دول كانوا في البار الاول قبل ما ابيع البار، بس حاليا بقى هما هنا تحت السرير. بقيت الحاجة بقى هناك على السلم زي ما انتوا عارفين. ودي اول سرير وتمت المهمة بنجاح. هنا بقى بمسك كل حاجة بالفوطة المندية دي. بمسك بقى الشبابيك بالسلك بكل حاجة. الفوطة نظيفة ما فيهاش اي حاجة ما شاء الله يعني. هنا بقى هرص كل حاجة بقى كده على السرير بقى اللي هو خلاص اتنضف بقى. انا نويت والنية لله، نويت وربنا قدرني. فانتنوا برضو سيبيها على الله كده، فهتلاقي كل حاجة بتتعمل واحدة واحدة.
انا قلت اعمل معاكم كده ايه حاجه بحاجه عشان ايه نكون ايه في الصوره. هنا انا اصلا كنت ناسيه الكيس دي فبكتشف معاكم عيالي عشان السراير دي بيعرفوا يرفعوها، فممكن يرفعوا يعينوا اي حاجه هنا. الموضوع ده صراحه سهل عليا جدا، سهل عليا في حاجات كتير يعني. ما بشتلش هم ان انا مثلا اشيل وانفض واعمل اللي انتوا شايفينه ده. حركه فكره السراير دي تحفه. عندي بقى في السرير الكبير مش معمول كده، فدايما بيبقى بالنسبه لي حاجه تقيله كده يعني. شايفين هنا بقى حاجه لا تذكر. المسحه السريعه بقى شويه المعطر والميه سخنه، نار سخنه مش سخان يعني، مش مبرداها حتى. ونفس ما عملنا في السرير اللي هناك هنمسح كل الدواخل زي ما انتم شايفين كده. والشنط دي برضو همسحها عشان لو عليها تراب ولا اي حاجه هي نظيفه، بس ايه انا بحب ايه ادي لكل حاجه كده يعني اعتبارها زي ما بيقول. وادي تاني سرير اعدل بس الكفر بتاع المرتبه كده. اهم من الشغل تظبيط الشغل. هبدأ بقى الم كل الحاجات اللي في الارضيه، مش هسيب بقى حاجه عشان ايه نشتغل كده ايه على نظافه ورواق. شلت الستاير، ده اللي طلع من ده الغسيل اللي طلع من هنا. انا بجد انا مصدومه بس من الميه. لسه دي هشيلها برضو دلوقتي. شايفين كميه التراب؟ على فكره قله ان انت تفرشي سجادك بيبهدل الحته بجد والله. هنا بقى انا عامله هندم عليها اسبوع. قلت قبل الكاميرا كده جيت ازق الدولاب من زمان قوي يعني، يعتبر ما اتحركش خالص خالص من يوم ما جينا هنا يعني. ده بقاله سنتين ما اتحركش. حاجه وقعت من الميه عادي. شايفين عشان بيبقى فيه فروقات بسيطه كده فبتدخل بقى ايه اي حاجه تراب بقى والعنكبوت وكده. شايفين؟ وربنا مصدومه. ما كنتش متخيله ان انا هلاقي تحته كده ابدا. انا عندي بقى الدولاب الكبير لان في مكان مرفوع عن الارضيه فبكنس وبمسح تحته عادي وهو موجود مكانه. هنا بقى انا زقيته وقلت بقى ايه طب انا هرجعه ازاي. قعدت على الارضيه سندت ظهري كده في السرير وقلت ايه ان انا زحزحه شويه بعيد عن الجدار بحيث ان انا اتحكم هناك جنب الجدار شويه. انا قعدت حرفيا اعمل ازيد من نص ساعه بحاول ان انا ارجعه مكانه. الدولاب حرفيا تقيل مش خفيف. ركبتي كمان كانت وجعتني. شايفين في جزء برضو اللي ظهر اهو في برضو اتربه. شايفين بقى الاوضه دي جايه بشطره كده او بميول. اجيب اول الدولاب على اول البلاطه كده يعني اخليه مظبوط عشان لما اجي افرش السجاد ما احسش ان انا متضايقه. يعني الحاجات البسيطه والتفاصيل دي بتفرق معايا. بقول لكم انا ما جبتوش للجدار زي ما كان محطوط، خليته في النص كده. انا بقى كل بقى التراب وكل حاجه. انتوا شايفين الميه اللي في الطبق شكلها عامل ازاي لان مسحت بيها كل العزال والشبابيك وكل حاجه. النظافه حلوه والست النظيفه رزق يا جماعه وربنا رزق. انا بقى اشيل الستاره دي كمان. هنا الشوفانات البيضه دي كانت شايفين لونها من التراب لونها متغير. انا عايزه اقول لكم ان الغساله من امبارح ما وقفتش يعني بريحها كده ايه كل دورتين اقوم مريحها ساعتين مع ان هي المفروض كل بين دوره ودوره ترتاح ساعتين بس ما فيش وقت. انا مسحت الشباك برضو ده كمان. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده دي النتيجه النهائيه.
اللهم بارك. ما حبيتش اطول عليكم، فرشت انا بقى مع نفسي. ايه رايكم بقى؟ ومتشجعي متسيبيش حاجه، احنا داخلين على شتاء، افرشي بيتك ودفي عيالك. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. انا فرشت كده، لسه بقى مش هفرش السجاد دلوقتي، يعني شويه كده بس. انا ايه عملت كل الاساسيات عشان لما اجي افرش الموضوع يبقى سهل عليا وبسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.